متنسوش تعملولي لايك سبسكرايب عشان خاطر القناة تكبر، وكمان هحط لكم اكونت الانستجرام هنا عشان خاطر تتابعوه، وهبدأ انزل ريلز. ازيكم يا بنات؟ ايه اخباركم؟ عاملين ايه في الدراسة؟ اتمنى كله يكون كويس. فيديو النهاردة مختلف شويتين 3-4 بما فيهم القعدة بتاعتنا غيرناها، لان الونس النهاردة ونس بناتي شوية عن اي فيديو مختلف، وازاي نبقى مميزين عن اي حد تاني، وازاي لما اجي احط المعايير اللي انا عايزة ابقى عليها افضل ما تبقاش زي حد، تبقى مني انا، نابعة من جوايا انا، ونابعة من الحاجات اللي انا فعلا بحبها، فانا عايزة اعمل كذا، فده يميز شخصيتي عن شخصية صاحبتي، عن شخصية اختي، عن كل الحاجات دي. النهاردة بقى معايا 5 حاجات هتكلم فيها، دول الاساسية اللي انت على اساسهم هتبدأي تحط المعايير، لكن التفاصيل بقى اللي جوا دي حاجة ترجع لك انت، يعني حطيها زي ما انت عايزة. اول حاجة احنا كبنات بنحب نهتم عليها وبنحب نركز فيها، نهتم فيها ونركز فيها اكتر، هو شكلنا الخارجي. انت كده يا ست الكل لوحة فنية، فجميل جدا انك تبدأي تتعاملي مع الحاجة دي على اساس ان يبقى شكلك شيك حلو مهندم. دي حاجة مهمة جدا، بس ما نعتبرش ان احنا عشان خاطر نبقى شكلنا شيك شكلنا حلو اي حاجة من الحاجات دي ان احنا هنبدأ نوزع بقى فلوس يمين وشمال وهنبدأ نبعتر فلوس. لا، عادي جدا، هي بتبقى شوية تفاصيل. ركزي في التفاصيل، ركزي في النظافة الشخصية، ركزي في ان الطقم ده هو بيليق عليكي، على شكلك، على شخصيتك، على المناسبة اللي انت فيها. فكل التفاصيل دي بتبقى لذيذة جدا 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 في شكلنا الخارجي. الحاجة التانية هو الجمال الداخلي بقى. عارفين الحلاوة حلاوة روح على رأي الفنان القدير العظيم حكيم. عارفين لما بيبقى معانا حد فنقول والله البنت دي جميلة قوي حلوة قوي، لكن شخصيتها، لكن هي، لكن احنا عايزين نخلص من لكن دي، عايزين نقول ان فلانة دي هي حلوة شكلا ومضمونا. فازاي نوصل للحاجة دي؟ هي بتبقى شوية تفاصيل، شوية رقة، شوية ذكاء عاطفي، شوية هدوء، الناس تبقى مرتاحة وهي بتتكلم معاكي، ما تحسش انك بتعملي حاجة صوتها عالي، او انك بتحس انه لا انتي بايخة، او انك انتي بتركزي في تفاصيل، او انك انتي بتبقي قاصدة تعندي لحد. كل الحاجات دي بتفرق جدا. تالت حاجة وهي السلوك. السلوك مش معناه دلع، لا، كل ما كانت السلوكيات فيها حكمة، فيها غموض، كل ما ده بيزيد جاذبية البنت ان الناس اللي حواليها تبقى حابة انها تتعامل معاها. يعني البنت اللي دايما بتبقى شخصيتها مكشوفة، شخصيتها واضحة دايما، مش بتبقى ألطف حاجة عن البنت اللي بتبقى الناس عايزة تعرف عنها تفاصيل اكتر، عايزة تسمع منها اكتر، عايزة تاخد رأيها اكتر. كل الحاجات دي كمان هتبقى بتفرق معاك، انك حاسة انه الناس بتاخد بوجهة نظرك. فالرقي والغموض وطريقة الكلام من غير ما احنا نبقى متصنعين، يعني نبقى مرتاحين، ده شيء هيبقى كويس. مش كل حاجة بتتحكي ومش كل حاجة بتتقال، ومش كل طريقة كلام نبقى كده عايزين نعمل كده كده كده، لا، الحركات برضو بتفرق، طريقة مشيتك بتفرق، كل الحاجات دي بتفرق من حيث سلوكك. فانتي اختاري الحاجة اللي تبقى مريحاكي وتبقى في نفس الوقت هي مدياكي مركزك كده، فاهمة؟ رابع حاجة وانا بالنسبة لي بعتبرها مهمة وما بقاش عارفة ليه الناس بتبقى متغافلة عنها، يعني نلاقي بنت شيك حلوة، لابسة براند وكل الشياكة بقى فيها ونظيفة، والناس كلها بتبقى عايزة تلم حواليها، يعني فيها طاقة جاذبية، لكن ما بتبقيش عايزة تكمل معاها حوار للآخر. هو العقل زينة مش الذهب بس زي ما هما دايما بيقولوا. انا مش بقولك انك تبدأي تدرسي علم اجتماع، انك تبقي بتناقشي سقراط، او انك تيجي تقول لنا انا معايا شهادة كذا، لا خالص، بس يبقى عندك على الاقل حد من الثقافة ومن المعرفة. على فكرة البنت المثقفة بتبقى بتعرف تتكلم، بيبقى بيعرف يبقى ليها وجهة نظر،
ما بتتلخبطش في المواقف، بتبقى الناس بتحترمها وبتحترم كل كلمة بتقولها اكتر من ان هم يبقوا معجبين بيها. فاسمعي بودكاست، يعني انفتحي على الدنيا، اعرفي حاجة جديدة، اعرفي معلومة جديدة، ايا كانت بقى الطريقة اللي انت عايزاها، من عن طريق ريلز، من عن طريق فيديوهات، من عن طريق كتب تقريها. كل الحاجات دي هتزيدك وعي وهتزيدك ثقافة. فمش عايزين يبقى كل فكرنا على فلاتر وانستجرام وميك اب وكل الحاجات الشكل الخارجي اللي احنا قلنا عليها. خامس حاجة وهي اخر حاجة معانا هي الهواية. الهواية بتخليكي مميزة ايا كانت بقى نوع الهواية اللي انت بتحبيها، سواء طبخ، تصوير، ميك اب، ديكور، اي حاجة انت بتحبيها، سواء هي حاجة بناتي او ان هي حاجة تميل للعلم اكتر. بس المهم يبقى عندك حاجة بتطوري فيها نفسك، بيبقى حاجة عندك فيها شغف. لان البنات اللي بيبقى عندهم اهتمامات لحاجة معينة، انا بصراحة مهتمة بالتكنولوجي، فمعظم تركيزي ومعظم اهتمامي بيبقى في التكنولوجيا، بتبقى في التطوير، بتبقى في الاي اي. فالبنات اللي بيبقى عندها اهتمام لحاجة معينة دول بيبقوا جذابين اكتر، تبقى الناس حاسة ان هم ليهم شخصيتهم، ليهم انفرادهم، ليهم ان هم مش بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، مش مركزين في الدراما، لا هم ليهم حاجة هم بيبقوا معظم الوقت بيقضوها فيها. فالهوايات ايا كانت الهواية اللي انت بتحبيها مهمة جدا جدا جدا. في النهاية الأنثى أو البنت هي مش حاجة واحدة، هي مش جمال خارجي بس، جمال داخلي بس، هواية بس. لا، البنات بيبقوا دايما تركيبة كده، كل بنت بتبقى لها نفس المعايير، لكن التركيبة بتاعتها بتبقى مميزة ومختلفة تماما. فما تحاوليش تكوني حد، حاولي انك تبقي دايما أفضل منك، أفضل نسخة من نفسك. أنا كنت امبارح ازاي، النهاردة أنا عايزة أبقى ازاي، بكرة عايزة أبقى ازاي. فاول ما تحسي انك انت عايزه تطوري من حاجه من نفسك، افتكري ان كل بنت محتاجه يبقى فيها الخمس حاجات دي مميزين ومهمين جدا. اكتبيلي بقى في الكومنت ايه اكتر حاجه حاسه انك محتاجه تشتغلي عليها اكتر، محتاجه تقري عنها، تعرفي عنها. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه وتنشري الفيديو ده مع اصحابكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.